بما ان ألم الظهر من اكثر الاعراض شيوعا في العالم، وبما ان ألم الظهر ده بيحصل لثلاث ارباع سكان الارض في وقت ما في حياتهم، النهارده هنتكلم على علامات الخطرة اللي تخلي المريض يروح بسرعة لدكتور العمود الفقري او دكتور الروماتيزم او دكتور المخ والاعصاب. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. النهارده هنتكلم على الريد فلاجز او الاشارات الحمراء اللي تخلي المريض يروح بسرعه للدكتور. واحد، ان الوجع بيزيد جدا بالليل وما ينامش المريض خالص. اتنين، ان الوجع يكون مصحوب بعرق ليلي او ارتفاع في درجه الحراره او فقدان شهيه. تلاتة، ان الوجع بتاع الظهر يكون مصحوب بعدم تحكم في البول او البراز. أربعة، ان وجع الظهر يكون مصحوب بسقوط في القدم وعدم قدره على التحكم في الشبشب مثلا اللي بيتقلع من الرجل. خمسة، ان ألم الظهر ده كان قبله وقعة او خبطة شديدة. ألم الظهر اللي بيزيد بالليل ده ممكن يكون لا قدر الله انتشار اورام في العظم او ضرن في العظم، او انه يكون مرض من امراض المناعة بتاعتنا زي تيبس العمود الفقري. الحمى والخسسان وفقدان الشهية ممكن يكون دليل على لا قدر الله اورام او ضرن العمود الفقري. عدم التحكم في البول والبراز او سقوط القدم ممكن يكون علامه على ضغط شديد على الحبل الشوكي او على الجذور العصبيه. وجود الخبطه او الوقعه الشديده ممكن يكون مصحوب بكسر لا قدر الله في الفقرات. العلامات الخطره دي بتستدعي ان هنروح للدكتور. لازم هيعمل لنا اشعاعات، غالبا هيكون فيها اشعاعات عاديه واشعه رنين مغناطيسي علشان نقدر نعرف الاتي: واحد، انسجه الظهر عامله ايه. اتنين، وجود اورام لا قدر الله او ضرن في العمود الفقري. تلاتة، ان يكون في ضغط شديد على الحبل الشوكي او على الاعصاب. أربعة، ان يكون في كسر انضغاطي لا قدر الله في الفقرات. كتير من المرضى اللي بيجي لهم الم الظهر بياخدوا مسكن من الصيدليه ويناموا على ظهرهم 3-4 ايام وما يروحش للدكتور غير اذا الالم ما استجابش. لو عندك علامه من الخمس علامات اللي انا قلتهم دول ما تستناش وروح على طول للدكتور في اسرع وقت، ودمتم سالمين.